السلام عليكم. ازيكم يا احلى اخوات؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. نزلت العتبة يا بنات من بعد غياب وانقطاع طويل جدا عن العتبة وعن سوق الرواعي، ولكن بقى بما اننا بدأنا جولة حلوة قوي عن الموسم الدراسي 2024، فقلنا بقى لازم ننزل كده نشوف اخبار الشنط والشوزات ايه بتاعة المدرسة. وطبعا الجولة دي هي يعني بدأتها من الاسبوع اللي فات، كنا في الفجالة، وان شاء الله هسيب لكم اللينك في اخر الفيديو علشان لو حابين تشوفوا وتعرفوا اسعار الكشاكيل والكراسات. خلينا بقى في الشنط دلوقتي. اولا هم لسه ما دخلوش الموسم بقوة، فلسه دي كلها مبادئ او بوادر، تمام كده، علشان بس البنات اللي سألتني على الشنط. ولكن هو عنده حاجات حلوة جدا، لان طبعا زي ما انتوا عارفين في ناس بتحب تشتري في بداية الموسم، فزي ما انتوا شايفين هو عنده حاجات حلوة، وفي نفس الوقت كمان اسعارها يعتبر كويسة. يعني الشنطة الزرقاء دي كانت عاملة 200 جنيه، اما بقية الشنط هو عنده ابتداء من 200 جنيه لحد 450. هتشوفوا معايا دلوقتي اللي هي الشنط الكبيرة، يعني مثلا دي كانت عاملة 350 جنيه. طيب مكانه فين؟ مكانه زي ما شفتوا كده في اول الفيديو صورت لكم، هو تحت السنترال مباشرة. يعني ارجعوا تاني لاول الفيديو هتلاقوا السنترال، وصورت لكم الجراج هو تحت السنترال مباشرة. كل بقى اللي فوق دول دي شنط لاب. اولا خامتها حلوة جدا، وكمان عاملة في بقى اللي عامل 350 وفي اللي عامل 450، ودي يعتبر اغلى حاجة عنده هناك. في بقى عنده اللي هي شنط ترندي، اعتقد دي مش دراسة، يعني ممكن تمشي رحلات اكتر او حاجة زي كده. وبرضو يعني العملية كلها اذواق، يعني بتختلف. وده رقم التليفون للي حابب يعرف او يستفسر عن اي شنطة. يعني هو قال لي خدي الحاجة، خدي الشنطة سكرين واسأليني عليها في التليفون. فلو بقى حبيتوا اي موديل او اي شنطة معينة، ممكن تقدروا عايزين تعرفوا سعرها بالتفصيل او تعرفوا اي حاجة عنها، اتصلوا بقى على الرقم وقولوا له، او مثلا ممكن تروحوا تزوروه او تروحوا المحل وتكون معاكم سكرين بالشنطة اللي انتوا عجبتكم او شفتوها معايا في الفيديو او كده. تمام كده يا بنات؟ طيب الشنطة دي برضو كانت عجباني، يعني شكلها حلو كده، بنوتاتي كده قمر، بس يعني ايه بنوتة صغننة، عاملة 450. وبالمناسبة كمان هو عنده شنط سفر للناس اللي حابة، لو مثلا محتاجين شنط سفر او كده. هو تقريبا عنده جميع انواع الشنط، وانا شايفة ان اسعاره يعني ما شاء الله اسعاره مناسبة بالنسبة لبداية الموسم، وبالنسبة ان احنا لسه ما دخلناش قوي. مش عارفة والله بنات، يعني عندي احساس بيقول ان الحاجات دي كلها هتغلى مرة واحدة، مش عارفة ليه. يعني لسه في بداية الموسم والاسعار كده، الله اعلم بقى لو دخلنا الموسم وتعمقنا فيه ايه اللي ممكن يحصل. فربنا المستعان ان شاء الله باذن الله، ونشوف كده ايه احنا ونصيبنا يعني. دخلت بقى سوق الرواعي، وقبل بقى ما اقول لكم الحاجات الحلوة دي بكام، ما تنسوش بقى لايك وشير واشتراك وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. واللي لسه ما حطش اللايك لو سمحتوا حطوا اللايك. خلاص تعالوا بقى نشوف الشوزات الحلوة دي عاملة كام. عاملة 135 جنيه. دي بقى شوزات مدرسة، ومثلا تنفع للجامعات، حلوة جدا، خامة تحفة. بواقي بقى محلات وسط البلد وروكسي والأماكن الحلوة دي والمولات، كل ده موجود على فروشات الرواعي في سوق الرواعي يوم الحد، وب135 جنيه. طبعا احنا لو نزلنا بقى مول ولا لو اشترينا من المحلات، يمكن انا بقول لكم ان انا دايما بعدي على وسط البلد في طريقي رايح او راجع، وبلاقي طبعا محلات منزله الحاجات دي بقى باسعار غير كده تماما. بس طبعا انتوا عارفين ان الاسواق يعني عموما بيبقى الاسعار فيها احلى من كده بكتير، وبتبقى الحاجه ارخص. فطالما انا هجيب هي نفس الحاجه ونفس الجوده ونفس كل حاجه، ليه بقى اروح اجيبها بالغالي؟ يلا بينا بقى نكمل الجولة بتاعتنا، وما تنسوش بقى لايك وشير زي ما قلنا، وتعالوا نتفرج على بقية الشوزات الحلوة اللي انتوا شايفينها دي. بصوا بقى يا بنات، والله خامات حلوة قوي على فكرة، والاذواق بتاعتها سيمبل وبسيطة، وفي الملون وفي يعني كل ده موجود. واللي بيميز قوي الموضوع ان التقفيل حلو والخامة حلوة، وطبعا السعر احلى واحلى. 135 جنيه الفروشات بتاعت الرواعي ده. كده كان في بداية السوق على طول، يعني الفرشة دي كانت في بداية سوق الرواعي. طب الرواعي بنروح ازاي وبندخله ازاي، يعني نعرف الطريق منين؟ هتلاقوا الطريق انا مصوره لكم في اخر الفيديو ان شاء الله.
تمام، علشان بس تستمروا معايا بس للاخر هتعرفوا الطريق وتعرفوا الدخله، وهقول لكم بالظبط لو جايين من المترو تنزلوا محطه مترو العتبه وتمشوا ازاي، وعلشان تعرفوا تدخلوا الرواعي. طب انا كنت موجوده امتى؟ يعني بصوا، هو السوق شغال طول الاسبوع، بس يعني بصراحه هو بيبقى زحمه جدا. وطبعا كمان احنا داخلين على موسم، فعايزه اقول لكم بقى المواسم كمان في العتبه بتبقى مستحيله ان انتي تحطي رجلك هناك. فانتوا عايزين تنزلوا يعني احلى يوم تقدروا تنزلوا هناك فيه ويبقى السوق شغال ومش زحمه هو يوم الاحد. خلاص. وكمان الاسعار فيه بتبقى حلوه جدا، يعني اغلب الفروشات بتبقى قافله، او مش اغلبها، يعني ممكن نقول اقل من نص الفروشات بتبقى قافله، ولكن طبعا يعني ممكن نقول 60-70% من الفروشات مفتوحه، وزي ما انتوا شايفين كده. بس بيبقى بقى الموضوع رايق والاسعار حلوه، ومفيش بقى ايه يعني الزحمه بتاعت بقيه الاسبوع، لان حرفيا انا كنت بنزل في ايام في نص الاسبوع والله حرفيا ما تعرفوا تحطوا رجليكوا هناك. المكان زحمه جدا جدا فوق ما تتخيلوا، فخليكوا بقى في الروقان كده وانزلوا يوم الاحد ان شاء الله. خلاص. ده زي ما قلت لكم كده، ده في بدايه الشارع اللي هوريه لكم ان شاء الله في اخر الفيديو عشان تعرفوا الدخله بتاعته منين بالظبط. كانت الحاجات دي عامله 135، عندهم بقى جميع الاشكال والالوان والمقاسات زي ما انتم شايفين. برضو فرشه جنبها لقيته عنده حاجات يعني مختلفه شويه عن الفرشه اللي جنبه، فقلت برضو اصورها لكم بالمره. كل الحاجات دي حلوه جدا للمدارس والجامعات، يعني بدل بقى ما تنزلوا مثلا تشتروا حاجه من محل بمبلغ وقدره، تقدروا تجيبوا حاجتين وثلاثه كمان من الفروشات بتاعه الرواعي دي. والله يا جماعه، وفي ما شاء الله بشوف بنات كتير جدا ان هم الطلبه بتوع الثانوي وجامعه ما شاء الله واقفين بقى بيشتروا حاجات كتير جدا من هناك، وشنط وشوزات وكل حاجه، وكل ما يخطر على بالكم. بصوا تقفيل الحاجه عامل ازاي، بصوا النعل عامل ازاي، بصوا الفرش بتاعه من جوه عامل ازاي. القطع والله حلوه قوي، و135 ده مش سعر اصلا، يعني ولا حاجه يعتبر دلوقتي. بصوا الموديل ده انا كنت بحسبه اولادي، اتضح ان هو لا، ده بيمشي الاتنين، اللي هو الموديل اللي فات الاسود ده. كنت فاكراه اولادي لان يعني ليه رقبه ومش عارف ايه وبتاع اهو ده، بس ده منه لون تاني. اتضح بقى لا، ده مش اولادي، ده هو بيمشي الاتنين. واتضح اكتر ان البنات يعني بتستخدم الموديل ده او بتلبس الموديل ده اكتر من الولاد كمان، رغم ان هو شكله اولادي بحت، بس مش مشكله، هي زي ما قلنا برضو في الاول في الاخر هي اذواق. بصوا كمان منزلين منه كذا لون ازاي، يعني بصوا البيبي بلو مع وفي موف وفي اسود، هتلاقوا منه اكتر من لون. النعل بالكوتشي نفسه. بصوا كمان في موديلات اهي، يعني اغلبها على الفروشات دي حاساها بناتي شويه اكتر من اولادي. يعني الفروشات هناك البناتي كتيره جدا 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 بالمناسبه، وفي حاجات على فكره تمشي الاتنين، يعني في يمشي ده وفي يمشي ده، لانه كمان فيهم يعني مثلا موديلات تمشي بقى اللي هو المحير، اللي هو اكتر يعني حاجات بنبقى بندوخ عليها وبنلف عليها، المقاسات اللي هي المحيرة دي. فهتلاقوا برضو ده، وهتلاقوا ده ان شاء الله بإذن الله في سوق الرواعي. طيب هندخل بقى الرواعي نفسه كمان، بس قلت اوريكم بقى دول كانوا اسعارهم كده زي ما قلت لكم 135. ده كده يعني احنا كده يعتبر كسرنا القاعده، يعني هناك في حاجات ارخص من كده هتشوفوها معايا دلوقتي. حاجات بقى يعني في سوق الرواعي نفسه من جوه، يعني من بعد العربي للمعادن الحديثه. يمكن احنا خدنا فيها جولات كتير قبل كده، ولكن بقى كان بقالي فتره كده ما نزلتش، فانتهزت بقى فرصه انه ايه، لا يلا ننزل بقى علشان الموسم الدراسي ونتفرج بقى على الحاجات كده ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. كده انا دخلت اهو بعد العربي للمعادن الحديثه زي ما قلت لكم، هبتدي ادخل بقى السوق من جوه، يعني اللي هو الشارع ده كده نهايه الشارع اللي فيه العربي. تمام. بصوا فيه كام فرشه هتلاقوهم قافلين، ولكن دول بقى موجودين اكتر يوم الاحد. خلاص. الفرشات اللي انتوا شايفينها في الارض دي كلها بواقي، واسعارها بقى يعني انتوا هتلاقوا حاجات اصلا ب10 جنيه كمان، يعني في ناس قاعدين بيبيعوا حاجات ب10 جنيه وب20 جنيه، وشنط ممكن ب35 وب40 وب25، واسعار غريبه كده. الكوتشيات اللي انتوا هتشوفوها معايا دي عامله 65 جنيه.
والله زي ما سمعتوا كده حرفيا الكوتشي ده عامل 65 جنيه. وبصوا بقى قلبوا زي ما انتوا عايزين. هي يعني للعلم هي الكوتشيات دي خفيفة شوية، ولكن بصوا ده في مثلا ايه ديفو شوية في النعل بتاعه، ولكن برضو ليها الزبون بتاعها وناس ما شاء الله عليهم واقفين شقيانين وواقفين بيسترزقوا يعني. فهتلاقوا ممكن بقى لو حد مثلا حابب حاجة خفيفة كده تمشي معاه مثلا مشاوير قريبة مش عارف ايه. وبرضو في حاجات يعني بصوا البواقي مثلا ده ممكن يكون ايه مطرب شوية مش عارفة ايه. ده بصوا ده ما فيهوش اي حاجة و65 جنيه. يعني انا مش شرط ان انا الاقي حاجات فيها ديفوهات، لا في حاجات جديدة وما فيهاش اي حاجة غير مثلا عايزة تتمسح، عايزة لو قماش عايز يتغسل. في حاجات ما فيهاش الهوا. بصوا ده ما فيهوش اي حاجة. يعني مش معنى ان هو ب65 جنيه مثلا ان هو يبقى في حاجة غلط، لا هو بس زي ما بقول لكم كده لان ده سوق وسوق شعبي ومعروف بان هو اسعاره اصلا رخيصة يعني. بس خدوا بالكم دول موجودين يوم الحد بس. خلاص هنبتدي بقى نمشي. بصوا في شوزات اهي كمان، جزم رجالي كمان اللي هي الجلد. وفي حاجات تانية هنمشي برضو قدام نبتدي نروح كده. بصوا ده الفرشة دي عليها حاجات ب95 جنيه. هنقلب بقى فيها كده ونشوف الحاجات اللي عليها. ام 95 دي هي يعني مختلفة شوية عن الفرشة اللي كانت في اول السوق اللي كانت ب135، ولكن برضو عليها حاجات حلوة وحاجات جميلة وكمان اسعارها شوية اقل. وكل ما دخلتوا السوق لجوه كل ما هتلاقوا الاسعار اقل واقل من بره. بتفرق شوية في الخامة يعني. التاني كانت خامته شوية اعلى من ده، ولكن ده برضو مش وحش. يعني الخامات بتاعة ال95 جنيه دي مش وحشة وليها زبونها، والخامة بتاعة ال65 مش وحشة وليها برضو زبونها. كل حاجة موجودة هناك وليها الزبائن بتاعتها. وهتلاقوا كمان في حاجات مشابهة شوية للحاجات اللي صورناها ام 135، ولكن مثلا ممكن يكون بيختلف النعل بتاعها، ممكن يكون بيختلف التقفيل مش عارف ايه، ولكن برضو حاجات مش وحشة وحاجات حلوة جدا. وفي ناس كتير بتروح تشتري ما شاء الله. يعني السوق ده معروف ان هو سوق الربيعي، معروف على مستوى الجمهورية كلها ان هو ارخص سوق في مصر يعتبر. فشوزات وشنط. بصوا ده شبه الكوتشي اللي انا كنت لسه بكلمكم عليه في اول السوق، ولكن النعل مختلف. التاني النعل بتاعه ملون، ده لا النعل بتاعه عادي خالص ما فيهوش اي الوان او حاجه، ولكن يشبهه يعني. فبرضه لو انتوا حابين الوانات كتير او انتوا حابين لون مثلا معين عادي يعني كله هناك متاح، وتقدروا ان انتوا بمنتهى البساطه تنقوا بقى كل الحاجات الحلوه اللي انتوا عايزينها ان شاء الله بالنسبه لموسم الدراسه او حتى للخروج او الكلام ده كله. وبالمناسبه يعني ان شاء الله باذن الله عندنا بقى جوله حلوه جدا جايه. بعتذر عن الصوت. عندنا جولة حلوة جدا جدا، انتظروها على القناة عشان تشوفوا اخر موديلات الصياد. ما اقدرش اروح سوق الرواعي من غير ما اصور هناك عند الصياد. تعالوا بقى نشوف احنا بنخش ازاي عند سوق الرواعي. اللي انا صورته لكم ده مول صدناوي. الناحية التانية في الوش هتلاقوا سنترال العتبة، وكمان جنبه جراج العتبة. اللي عنده قبة خضرا ده مول صدناوي، وده الشارع بتاع الرواعي. طب لو احنا جايين من المترو هنيجي ازاي؟ هننزل محطة مترو العتبة. اسألوا عن اي حاجة في الثلاثة اللي انا قلتها لكم دول، مول صدناوي او سنترال العتبة او جراج العتبة. وانس ان انتوا وصلتوا عند اي حاجة فيهم انتوا كده خلاص عرفتوا السوق فين. هتدخلوا من الشارع اللي انتوا تبقى على ايديكوا اليسار المول بتاع صدناوي، هتدخلوا بقى في الشارع هتلاقوا بقى من اوله لاخره فروشات. وفي اخر الشارع ده يعني الشارع اللي انا ماشيه فيه حاليا ده هتلاقوا بقى اللي هو اليافطه بتاعت العربي، وهتلاقوا بقى السوق اللي احنا كنا لسه بنصور فيه في الارض، والفروشات بقى اللي انا بقول لكم عليها اللي اسعارها رخيصه جدا دي. خلاص كده اظن العنوان واضح. بصوا كده دي الفروشات اللي هي في بدايه الشارع. وعلى فكرة في اللي هو كمان البوابات بقى جواها حاجات اسعارها رخيصة جدا، بس انا بصراحة مصورتهاش المرة دي. يعني كان كل همي اني انا كنت اصور الحاجات اللي هي اكتر اللي تناسب الموسم الدراسي، فعشان كده
يمكن ما صورتش او ما دخلتش قوي اللي هي البوابات دي اللي هو ورا الفروشات دي على طول على ايديكم اليمين هتلاقوا بقى في حاجات كمان ارخص وارخص من اللي بقول لكم عليه. بصوا كده ده العربي للمعادن الحديثه، هتعدوه وتبقوا في اخر الشارع عند الفروشات اللي انا كنت بقول لكم عليها، وكمان عند الصياد بقى في جوله لوحده كده ان شاء الله. انتظروها. ما تنسوش بقى لايك وشير واشتراك، تفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ودلوقتي بقى هستودعكم الله واقول لكم مع الف سلامه.